حياكم الله جميعا وبياكم إن شاء الله وبواكم من الجنة. Everybody hear us. طبعا احنا فتحنا بث ما حد داير ما نتكلم ولا نقول ولا شيء، بس هكذا نجرب بس الانستغرام حق الدكتور عمر، بحيث انه مستقبلا سنكون ننزل بمواضيع مهمة واصوات ودردشات ربما تستفيد منها المستمع ان شاء الله، خصوصا بان الواقع الان اصبح من المفترض ان كل واحد يدلي برأيه بخصوص مثلا التحديات اللي بنواجهها يوميا، وعادة طلاب الطب واللي هم أكثر خبرة في مواجهة إيش ظروف الحياة. ليش؟ لأنهم مواجهين ضغوط دراسية وضغوط حياتية، وأيضا جانبهم النفسي المهترئ الذي يتطلب أن يكون الإنسان في أعلى قدر من الصلابة النفسية. صحيح. وهذا هو المواضيع التي سوف نتناقش بها مستقبلا. طبعا الدكتور عمر العماد سنة سادسة الآن جامعة صنعاء. مشهور اكيد. لا اخي بس الناس وهذا مندوب الدفعه 37 طب بشري جامعه صنعاء. سوف نقوم تسجيل هذا الفيديو الذي مثلا يشتي. طبعا الفيديو هذا هو كان عباره عن الدكتور عمر يعني اكيد كل في مثل يقول ايش اكبر منك بيوم اعلم منك بسنه. الدكتور عمر ما شاء الله من الناس اللي نحسبهم مخيرين وان شاء الله تمام، وبعد لنا من النصائح لنا ان شاء الله والدفاع الذي بعدنا نصائح يعني خبرته كذلك. يعني نحن نأخذ الأشياء الخبرة، ليس شرطا أن يكون الإنسان كاملا حتى يعطيك النصيحة، ولكنه قد يعطيك ما ينقصك. الدكتور عمر إن شاء الله الآن يبدأ يتكلم بشكل عام عن الطالب الجامعي، لا نخصص طلاب الطب فقط، بشكل عام عن الطالب الجامعي سواء كان طب أو غير هذا التخصص. أنت يعني لو عاد بك الزمن إلى سنة أولى يا دكتور عمر، كيف ستستقبل هذه المرحلة وكيف كيف بتمشي في مسيرتك؟ يعني هل الأخطاء التي حصلت ما تشيش يعني شخص آخر يعني يوقع بنفس الخطأ؟ ممكن نتكلم بهذا الأسلوب بشكل عام ثم نرجع نخصص طلاب الطب إن شاء الله بعد هذا. والله أغلب التحديات التي يواجهها الطالب اليمني بشكل عام سواء كان يدرس بجامعات خاصة أو بجامعات حكومية، واللي للأسف إن كان يدرس في جامعات حكومية فمعاناته ستكون أكبر. ليش؟ نعم. لأن الجامعات الحكومية خصوصا في اليمن بخضم الأوضاع هذه اللي احنا بنواجهها بيكون يواجه تحديات كبيرة، من ضمنها إيش؟ أولا سوء الإدارة أو الفساد الإداري بالمعنى الحقيقي، يعني سواء نقولها بصراحة يعني الكلية كبير جدا جميع الجامعات يعني. بحيث إن الطالب بيواجه إدارة مش متفهمة لاحتياجات الطالب، إيش يشتي في مثلا كيف جدوله الدراسي بيمشي، كيف الخطة الدراسية، كيف سوق العمل، إيش المتطلبات من اللي المفروض يخرج بها الطالب الجامعي بحيث تؤهله إنه يقدر يدخل فلوس. يعني المؤهلات قصدك الذي يكون بالجامعة نفسها مش بعد التخرج، أنت قصدك صح؟ أيه. يا مرحبا يا مرحبا. طيب ردت خلاص. أيه. طيب إذا خلاص حنتكلم عن الطالب الجامعي بشكل عام. يعني أنت الآن خصصت الجامعات الخاصة الحكومية. يا جماعة الآن في ناس مثلا مشتركين سواء من اليمن ولا خارج اليمن، تمام. الناس هذول اللي مثلا دخلوا الآن بيشوفوا إيش خلينا نتكلم باللغة الفصحى بحيث إنه توصل رسالتنا بشكل أوضح وعامة الناس. نعم. الطالب الجامعي سواء بالوطن العربي أو أي دولة عربية بعيد كل البعد عن احتياجاته في سوق العمل. مثلا نظام تعليمي جدا يخرج لك مجرد إيش موظفين، هذا إذا في توظيف، هذه يعني تفاءلنا زيادة. عوضا عن ذلك أن الطالب اليمني أو العربي في وسائل التواصل الاجتماعي تمام بيخرج غير كف لسوق العمل. فلذلك مثلا في ناس او شركات تحاول ان تستقطب هذه الشركات، تستقطب هذول الموظفين، تستقطب هذول الطلاب، تشوفه تطلب منه 5 إلى 7 8 سنين خبرة، تمام. كيف خبرة؟ يخرج الطالب ما عندوش خبرة، ضروري انه ايش يتمردغ، او بالمعنى يتمردغ يعني باللغة العربية يعني يمتسح بالبلاط. نعم فعلا والله. عشان يبدأ يحاول انه يبدأ ايش ياخذ الخبرة بمجال العمل ويبدأ يشتغل.
الان يعني حنحدد موضوعنا، يعني حنحاول يكون موضوعنا بخصوص ايش؟ بخصوص طلاب الطب. اي والله نعم ضروري. ان شاء الله، يعني برغم اكثرهم اللي يتابعونا مثلا هم مش يكونوا طلاب طب، ولكن احنا نقول لهم معاناتنا خصوصا بما طيب السؤال اتكلم عنك، السؤال هو موجه الان، لو عاد بك الزمن الى مستوى اول، يعني اول يوم دراسي لك في كلية الطب البشري، ايش الذي انت قد تغيرها مثلا، او ايش الاخطاء الذي تنصح الاخرين انهم ما يوقعوش في نفس الخطأ؟ انصح الاخرين؟ والله انا النصيحة الوحيدة اللي يمكن ان انا انصح بها طلاب الطب ولا اي طالب، نوقع رجال على نفسه، يدور له طلبة الله، يدور له كورسات يدخل فيها فلوس. إذا كان التخصص اللي هو فيه مش هوايته ولا رغبته ولا هو يعبر عنه ولا عن كينونته ولا عن الرسالة اللي خلق من أجلها، فيغادر يطير، يبتعد عن التخصص هذا بقدر الإمكان. أكثر الطلاب يقول لك أنا لو أبطل مثلا تخصص سواء كان طبي ولا غير طبي، وين أروح؟ أنا أروح أدرس، أنا أروح مش عارف إيش الخيار البديل. لذلك إحنا بعيدين عن مفهوم فهم الذات، يعني أنا إيش أشتي بالحياة، أنا إيش مميزاتي، أنا إيش توجهي بالحياة، إيش الميزات اللي عندي، إيش الكنوز، إيش العملات الدفينة اللي الموجودة بداخلي اللي قادر أحولها لبزنس، إلى عمل. محمد الآن بيشرح لنا وجهة نظره خلال الموضوع هذا المهم العميق اللي يتابع شرحه. طبعا كما قال الدكتور عمر بداية الفيديو بيتسجل، وقلت لكم هو مجرد فكرة ان الدكتور عمر ما شاء الله يعني يضعنا من خبراته السابقة. أصلا الخبرة دائما اي شخص يعدي المراحل لابد انه ياخذنا اخطاء يوقع كذا، فاكيد انه يحصل خبرة واقعيا في مجال هذا القسم او كذا او غيره، يعني في مجال الجامعي. فهذا يعطيك يعني الزبدة او اللب الذي ممكن انت يعني تذهب او انك ما توقعش في نفس الخطأ اللي وقع فيه. نعم. أكبر خطأ وقعنا له إذا كان أي طالب هنا، أي طالب يتابعنا على المرحلة الثانوية، مسك على ودنك، اسمع الخبر هذا يا ابني، اسمع الخبر هذا، انتبه من اللي يقول لك ادخل طب ولا هندسة ولا منها الخبر هذا زمعلاطيط. ايش معنى زمعلاطيط؟ والله ما العلم. المهم الخبر هذا اللي ما له أي قيمة ولا بيوجهك ولا بيتحصل على أي ثمار بحياتك سواء العملية ولا العلمية. حاول إنك تحاول تتواصل مع نفسك بحيث إنك إيش أشتي أنا، إيش اللي مبدعبه أنا، هل هو جانب طبي خدمي أم جانب إلكتروني وهذه البعاث أم جانب تجاري. وأنا أفضل إنه أبنائنا إن شاء الله بالمستقبل أو أخواننا أو آبائنا إنهم يفكروا بنظرة كيف أعمل أسقل الخبرات اللي عند ابني ولا عند أخي ولا عند زميلي، بحيث إنه إيش يتوجه يعني. بما يتناسب مع اللي بداخله، مع اللي يتناسب مع مواهبه، يتبع شغف. أيوة، كلمة الشغف هذا أصلا ما عادش من فائدة. ليش؟ لأن أكثر الكلمة بقت عوموا الكلمة الشغف هذه، عوموها، أصبحت أنا جلست كمرجوم، جلست مرجوم والعملية مهرة منتظر الشغف يجي لي. لا حبيبي لا، أنت اشتغل، حاول الشغف وش يجي لك لغدك في المستقبل. أول ما تواصل يا مرحبا، أول ما تواصل عملك، أول ما توصل حياتك، الشغف هو يجي لك. لكن احنا تركيزنا الآن إننا أبدأ أتبع حدسي، بعد ما أتبع حدسي ورغبتي بالحياة، إيش أشتي أنا بالدنيا هذه، على طول بيجي لي الشغف. إيش الشيء اللي أنا أحبه، إيش الشيء اللي أنا أندمج فيه، أكون إيش تركيزي 100% بالموضوع. لذلك وجب علينا احنا نحن نتكاتف الشباب هذه، ان احنا نوصل رسالة مثلا لهيئات الإدارة التعليمية بالوطن العربي، سواء ببلداننا بالوطن العربي او بغيره. يا مرحبا سعيد الدعيس، يا مرحبا. تمام، ان احنا نوعي الطلاب على اساس، خصوصا للمتخرجين الان من ثالث ثانوي، نعمل لهم دورات ممكن شهر شهرين، سواء من منظمات المجتمع المدني او ربما بالتعاون مع الحكومة. ان احنا ايش الشباب تعديل المنهج بحيث انه ايش نربط الجانب العملي بالجانب النظري. الجامعات الآن أصبحت تولد عقماء، يعني طلاب يعني يقدرون على الانفعال، ولكن هي هذا الواقع اللي احنا نشاهده. آلاف الطلاب اللي يتخرجوا ما يستفيدوش حاجة، لا يفيدوا الوطن ولا يفيدوا حتى أنفسهم. ليش الفساد التعليمي اللي عندنا، مش هو نقول فساد على يعني اللي يفكرنا يسمعنا انه فساد فلوس ما فلوس، لا، الفكرة حتى مثلا بأرقى الجامعات مثلا بالأوروبا، النظام التعليمي بشكل عام نظام فاشل
نظام ما منوش فايدة، نظام يخرجك موظف عبد. يعني هم هكذا في القرن ال19 وال20 حاولوا انهم يصيغوا هذا النظام التعليم الرياضيات والفيزياء بحيث انهم يخرجوا موظفين. انا ايش اتلقى اروح ايش اعمل وظيفه. لكن الان متطلب مننا في هذا العصر ان احنا ايش يكون في ابداع. واكثر الناس البزنس مان، اكثر الناس البزنس مان اللي هم يعملوا الان شركات يونيكورن اللي هي فوق $1,000,000 تؤدي ارباح خلال سنوات بسيطه. دائما ما يركزوا على ايش؟ يركز على ايش انا ايش الخدمه اللي بجيبها. مثلا يا اما انا اسوق المنتج، منتج موجود اسوقه، او اسوق الخدمه للمنتج نفسه. فيا اما انا ابيع تلفونات مثلا، او انا اسوق انا بصيانه وهندسه التلفونات. هذه ايش خبره عمليه يستفيد منها المجتمع على طول. لكن لما انا ادرس مثلا تجاره او محاسبه اي شيء ما كان تمام صحيح، واخرج وانا طيز للاسف. يعني انا الكلمه مش حلوه، يعني يخرج ما في شيء حاجه براسه صد هذه واقع. يعني يخرج منه حتى مثلا لو كان من الاوائل يخرج مش داري بشيء، يرجع ياخذ كورسات فوق كورسات فوق دورات تدريبيه من هنا باي زمان يعمل له خبرات هذا واشتغل بلاش عند هذا وب40,000 عند هذا، ويرجع بالاخير حاسب ايش يتوظف. ايش اللي يعني ليش الجحيم هذا اللي احنا عايشين به؟ يضيع الانسان الفرد مننا مثلا 50 كم 15 سنه كم 15 سنه كم 12 سنه 30 سنه من عمره وعاده بس يتعلم. يا رجال مو تتعلم انت شيء يمسك الشهاده حق تكون قنبله ذريه. يعني يمسك الشهاده حق الفكره انك تحاسب فوق كرسي. طيب ليش يدرس هذه كل المواد هذه مش فايده؟ طيب يعني طلاب هذه الايام مشاركه بسيطه. طلاب هذه الايام عندما يمسك الشهاده ويشوف نفسه ما قدرش يتوظف فيها يقول أتمنى أن يعود بنا الزمان إلى الوراء إلى ما قبل اللقاء ولا نلتقي. الله أكبر. طبعا مشاركة الدكتور عمر. احنا الآن موضوع المزمزة لا ندخل له. مش حدث صلى الله عليه وسلم. احنا نتكلم الآن بشكل عام. لكن احنا نتكلم موضوع شباب احنا نتكلم. طيب الآن دكتور عمر احنا قلنا يعني طيب أنت الآن وجهة نظرك أنت انفعلت ما شاء الله كان فعلك فعلا هو خرج من يعني محرقة موجودة في القلب. لكن أنت الآن إيش المقترح أنت تشوف إنه مناسب إنه يكون يعني بحيث أن تتحسن محمد الجولهين. والله أنا من نصيحتي ومن خبرتي الآن الطويلة، أنا الآن أدرس 8 سنوات في جامعة صنعاء. 8 سنوات يعني بكالوريوسين، وعندنا ما خلصت بكالوريوس متبقي لي 3 سنوات إلى أن أتخرج، يعني التخرج التام، يعني أودع جامعة صنعاء. لذلك أنا أنصح أي طالب، مش نصيحة يعني كتجربة واقعة من واقع تجربة، إنك تحاول تهرب لك. كيف يعني؟ يا إما تكون دراستك بالجامعة شيء ثانوي وأنت تركيزك على عملك على موهبتك، أنك تطور لك بيزنس، تفعل لك بيزنس. أنت ما تطرحش براسك إن أشياء أخرج موظف. فكرة إنك تزرع براسك إن أنا بروح أتوظف يدري إنك ضيعك مستقبلك، وخصوصا أنت باليمن ولا بالوطن العربي. لأن أغلب الناس اللي بيدرسوا الآن يقول لك بعمل لي شهادة وأروح أغترب، أعمل لي شهادة وأروح أغترب. ليش؟ لماذا؟ إنك تضيع سنين من عمرك على الباطل، تروح بهذه السنوات اللي يمكن إنك تقدر تستفيد منها تجمع لك شوية زلط. خلاص الآن الشيء أوصل للناس رسالة. أنت ليش دخلت تدرس؟ كذا سؤال، ليش دخلت تدرس؟ هل هو من أجل فلوس؟ هل هو من أجل مكانة اجتماعية؟ هل هو شوف بس يعمل لك شهادة هكذا قدام الناس كرتونية؟ أكيد إنه عادي. هذه كلها متطلبات إنسانية عادي طبيعية. الله مساك بالخير يا محمد. تمام. لكن مثلا أشي فلوس، خلاص ركز على الجانب التجاري. كيف ركز على الجانب التجاري؟ ما أروح عشان أجلس بالجامعة وضيع عمري وأجي أقول أخي اللومة درس يصرف عليه واسمه واجلس بالجامعة مريع لما أخرج وأروح أشتغل عنده جنبه. طيب جاي هو شغلني عنده. طبعا النصيحة حقك إيش بشكل أخص بحيث المستمع يعرف يعني أسأل نفسي سؤال، أنا إيش أشتي فلوس؟ انسى الجامعة ولا يدرس جامعة بس شيء ثانوي. ركز على كورسات. في الآن العالم الآن الدراسة في العالم كامل مبنية على كورسات في كل التخصصات. بس الكورسات هذه ميزتها إنها عملية أكثر، تسقل خبرتك أكثر، تحاول إنه تخرجك لسوق العمل وأنت إنسان واعي. إنسان عندك خبرة عملية، تخرج على طول تحصل زلط، تقدر إنك إيش تبني لك فكرة رائد الأعمال. فاهمين إن شاء الله إنكم تفهموني يا ويلي. تمام. كمل. فالفكرة هكذا. هذه نصيحتي الأولية. تسأل نفسك إن والله أنا الشيء أتعمق في العلوم وأخرج بحاجة جديدة، عادي انطلق.
انطلق، وهذا يبحث. وانصحك نصيحه انك لا تعتمد على الكتب اللي المفروضه عليك من الجامعه. حاول انك توزع تثقف نفسك اكثر، تتعلم اكثر من المواقع العالميه ومن كورسات عالميه ومن كتب عالميه، بحيث انك تبدع في هذا المجال الاكاديمي مثلا، اذا انت تبحث في المجال الاكاديمي. حلو نعم. يعني الان تنصح الطلاب يبطلوا يدرسوا كيف؟ يسال نفسه اولا ايش اشتي انا؟ طيب ايش اشتي؟ دراسه، ادرس واتفرغ تفرغ تام، ويكون منهجيتي بالتعليم الجديد، وايش اللي بيفيدني، ايش الجديد اللي بقدمه، ايش اللي بيضيفه. وان كنت انا ماشيش دراسه شي فلوس، سيبك من هذا الشيء او خليها امور الجامعه امور ثانوي يا حيا. وتبدا تركز على حاجه، تركز على ابداعك، تركز على شغلك، على بزنس، على كيف تدخل فلوس. في الان 1000 طريقه وطريقه بسوق العمل كيف تدخل فلوس. الناس توصل الان تفكيرهم خارج الصندوق، خارج فكره الوظيفه، بعد من راسك هذا يا حبيبي اللي يتابعني طبعا. يعني اشوفك من بعد زياده يا دكتور عمر على الدرجه هذه، الموضوع يعني مؤثر فيك. الموضوع مؤثر على الشعب اليمني، بحيث انه احنا الان اصبح عزوف الناس عن التعليم بهذا السبب. احنا عزوف الناس عن التعليم لماذا؟ لانه ما شافوش منه اي فائده. انا ليش اتعلم؟ وما عصرش منه حاجه، لان غايه الناس اكثر ما يدخلوا التعليم على سبيل ايش؟ توفير فلوس، توفير فرص عمل. طيب فرص العمل معدومه، خصوصا بالوضع الاجتماعي الحالي والوضع السياسي والوضع اللي بنعيشه الان خلال الحرب هذه، ولا سواء باليمن او بالوطن العربي بشكل عام، الازمات الاقتصاديه. ففكره التوظيف شيلها من راسك لو سمحت. ازرع براسك فكره رائد الاعمال، او معنى رائد الاعمال انك تعمل بيزنس تخلقه انت، يكون يعبر عنك. يا رجال حتى لو تعمل سندوتشات تعملها لحالك، بس تحاول انك تخليها عمل مميز. ايوه يعني شيء يعبر عنك. يعني انا صنعت منتج مثلا، اكون التقنيه، يعني جوده اللي يعمله يكون رهيب. التسويق كيف يكون لي هدف مستقبلي. لو انا بوصل، مش انا والله انا افتح محل بعد ما انا اكون فاتح بسطه. طيب اشتي، ما الناس كلها تشتي، بواحد بالعالم يفتح محل ومع بسطه. لكن ايش خطتك؟ ايش اهدافك؟ ايش درت السوق؟ ايش الناس الناجحين اللي بدأوا من الصفر، الناس العصاميين اللي يسموهم، اللي بدأوا من الصفر، كيف عملوا، كيف بدأوا، كيف وصلوا، خطوة كيف. الآن أنت تبدأ هنا تدرس الناس اللي جنبك وحولك، وتبدأ تنطلق بعملك. أما إنك تضيع نفسك يا حبيبي باختبارات ونماذج، جامعة صنعاء جامعة نماذج، أو جامعة حكومية أو جامعة خاصة اللي ما مش من أبو فائد لا اختلف هكذا. لا أخي بس يشوف الدكتور مرة ثانية يلا. خليك طبعا اشتي يتكلم، لأن أنا حسنا لا أصلا تختلف عند المشاهدين كذا يشوفون. لا طبيعي أنا ما أجد مشاهدة والله ولا شيء، لكن أنا المشاركة كانت في الموضوع، يعني موضوع كما تقول الوقت شيق، لكن الوقت معكم ضيق. أنا كما أقول كذا. هذا لكن الموضوع أنا حافظها براني تكلم. طيب يعني بس ايش الموضوع اللي دخلتم فيه؟ انتم دخلتم كما تقول في بحر من حلة. لا احنا تكلمنا عن عدة مواضيع، يعني نعم لكل موضوع له بعده، يعني سواء كان من جانب اقتصادي او ثقافي او جانب علمي او جانب. احنا تكلمنا عن الطالب الجامعي في اليمن بشكل عام، بالوطن بشكل خاص، بالوطن العربي بشكل عام. هو تكلم الدكتور عمر قال انه ما ينفع ما يصلحش ان الطالب تكلم يعني من ضمن الاشياء اللي نتحدث عنها، يعني ان عزوف الشباب عن الجامعات والتعليم. لماذا عزف الشباب عن الجامعات والتعليم؟ أول حاجة يعني زي تقول كما الفكرة التي تكلم عنها مسبقا، بأنه أنا أتخرج لسوق العمل سوق مفرغ. يعني كما تقول أنا أخذ شهادة ككأس أعلقها في الجدار بتظل هنا، وتظل شهادتي هي عبارة عن شهادة كرتونية، يعني لا تقدم ولا تؤخر. فأنا أوصل مثلا للمجتمع، مثلا أنا تخرجت طبيب، المجتمع فيه عاهات يعني وبلاء كما تقول جن وعفاريت وما إلى ذلك، لكن توصل للأرض الواقع تلتمس انك ما حصلتش على فرصه انك تضع بصمه لا تزول بمجرد اثر. ومن ضمن هذه الاشياء يعني تضع بصمه بمجرد اثر، يعني ما حصلتش على الفرصه اللازمه على اساس انك تخدم المجتمع، لانه بالاول والاخير كما قال انت بتدرس ليش؟ انت بتدرس على اساس ان انت تحسن مستواك الاجتماعي والثقافي باسرتك بالاول والاخير. لما تكمل دراسه حقك تشوف زميلك الذي كان يعني قبل عام، قبل عامين، قبل 5 أعوام مثلا ما درسش، ارتقى الى اعلى منك، تسلق سلم ووصل الى مثلا فكره تحط النقاط على الحروف، وصل الى نقطه مثلا لديه تجارته الخاصه، وتكلم من حيث النقاط ريادي الاعمال.
ريادة الأعمال تحتاج إليها سوق مفتوح ليس سوق مغلق. مثلا هو جاب مثلا قال تعمل سندويش خاص، سندويش الخاص كيف؟ يستلهمها من خلال مثلا قصة كنتاكي، كيف حصلت قصته وكيف تطور يعني على يعني بس كفكرة. لكن أنا مع فكرة ريادة الأعمال، أنك تدرس لديك أعمال معينة وتتطور نفسك من خلال كورسات ومن خلال إلى أن توصل للهدف اللي كنت أنت راسمه في بالك. فلذلك ليكونش ميول الشعب والمجتمع أنه يقول خلاص إحنا الآن أصبح الشعب عندنا محصور ما بين الطب والهندسة يعني. لا كلام كمل. شكرا جميل. طبعا جميل. يا حيا بالضاحكين، يا حيا مع ألف سلامة. قل للدين يسكب ما له هذا الفيلسوف. هذا جميل. العموم حاولنا نحن نجرب فكرة البث المباشر، لأن احنا نحاول نحن نكون نعمل لنا فيديوهات هكذا. طبعا دكتور عمر ان شاء الله مهمة. يعني عنده حتى انا اعتقد انك قاعد تستفيد، عنده علم في اشياء يعني جانبيه ما شاء الله، يعني منطلق مستفيد بهذه الاشياء. فنعم يا اخ معك من ابوه. ايوه طبعا احد المتابعين بالشارع يعني الحين شوفوا على ماسك ميكروفون يناديكم ميكروفون، قال على اساس بس سبب الضوضاء والضجيج. شكرا جميل هاوي جاي. عموما حاولنا ان احنا نختصر اهم المواضيع اللي ربما نكون نتناقش فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يشاركنا يحاول يعلق يطلب مشاركة، واحنا نحاول نحن نكون ندردش هكذا يوميا. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وانت أقم الصلاة خلاص، أقم الصلاة صلاة. ايش يصلي؟ السلام عليكم الله عليكم. والله ما ليش يعني 20 دقيقة 20 دقيقة نشيل التلفاز ان شاء الله والله.